باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث بابا وبطريرك الكرازة المرقسية، يسر فريق سان جورج أن يقدم لكم شريطه الأول عن قصة حياة القديس العظيم الأنبا بولا أول السواح. إعداد درامي وإخراج رامي رمزي. اما نشوف بقى اني ولا انت يا سي ميخائيل يا واد عمي. اكده عمل لي فيها نورت البلد وزنت الرجاله علي، مش فاهم، مع اني ما فاكش حاجه زياده عني. بقى يختاروك انت تبقى اليد اليمين للعمده ويديك نصيب اكتر من نصيبي. ماشي، صبرك يا ميخائيل، صبرك. جاي من بعيد، اما نلحق بقى نستخبى في الزراعية. لكن مين اللي معاه ده؟ يا بوي ده ابونا القسيس. وبعدين هعمل ايه؟ هقتلك برضه، هقتلك يا ميخائيل، هقتلك. ميخائيل حاسب يا ولدي. ما تخافش يا بوني، ده جرح بسيط. تعال يا ولدي، تعال يا ولدي، استريح هنا تحت الشجرة دي. المرة دي جرح بسيط، لكن المرة الجاية انت عارف. مين؟ سعفان؟ انت اللي ايوه. ليه يا ولدي عاوز تقتل واد عمك ليه؟ ما انت عارف الحكاية، أنا واد عمه الكبير، يبقى نصيبي بردك يكون كبير. مين فينا حق بالمال؟ أنا ولا هو؟ مين تعب أيام وسنين؟ أنا ولا هو؟ بس ده حقه يا ابني، وانت اللي عملته ده كده غلط. هتروح فين من ربنا دلوقتي؟ صلي يا ابني عشان ربنا يسامحك ويطهر قلبك. سامحني يا ابونا، الغضب عمى بصيرتي. أنا مسامحه يا بوني، أنا مسامحك يا سعفان. مسامحني كيف؟ حاول أقتلك، تقوم تقول لي مسامحك كده؟ قوم يا ميخائيل يا ولد عم، اضربني وبعدين اضربني، أنا أهو قدامك، ولو عايزني أبوس رجليك قدام أبونا أنا موافق. قلت لك اضربني. أنا مسامحك عشان بحبك، فاهم يعني إيه بحبك يا والي؟ سامحني يا أخوي، سامحني. اليوم حصل خلاص ليك يا سعفان. ها يا ولدي، هتقدر تقوم؟ مش قادر يا بوني. لا يلا استند علي. قوموا بينا على دار العمدة عشان عندي كلام كتير عاوز اقوله. ايوه اللي على الباب. افتح يا ابو اسحاق، انا يا ابونا بولس. يا مرحب يا مرحب، نورت الدوار يا ابونا بولس. ايه ده؟ ايه اللي معورك كده يا ولدي؟ مفيش، دي حاجة بسيطة، ما تقلقيش. اهلا ابونا بولس بحاله عندينا. يا مرحب. ازيك يا ابونا بولس، كيف حالك؟ نشكر الرب. شوف يا عمدي، انا جاي النهارده وعندي كلام كتير لازم ينقال. أنا سمعت صوت أبونا بولس والضيوف، رحت مودي بالشاي طوالي. شاطر يا ولد، اقعد بقى اشحاتة معانا عشان ابونا بولس عاوزنا كلاتنا. انا عاوز احكي لكم حكاية. يا سلام يا ولاد، بقالي كتير قوي ما سمعتش حواديت وحكايات. قول يا ابونا قول. بس يا واد بقى خلينا نسمع. كان فيه تاجر كبير جو في اسكندرية، وكان غني جدا وعنده ولدين، واحد اسمه بطرس والتاني اسمه بولس.
وفي يوم من الايام اتفضل يا عم جرجس، ادي اكياس الذهب اللي اتفقنا عليها. معقولة دي يا ابو بطرس؟ طب ومستعجل ليه؟ يا راجل يعني تبوط فيهم وتقول لي مستعجل ليه؟ يا سيدي الخير كتير والحمد لله، نشكر ربنا. على فكرة انت النهارده ضيف النهار كله وما تقولش نروح. لا ما مروحش، بس قول لي الاول دبحني على الغداء. خروف؟ خروف ايه؟ انت مقامك خروف بردك؟ ده احنا دبحين لك طبق عدس مع دكرين بصل اخضر. ها قلت ايه؟ تكونش يا راجل ناس اننا في الصيام الكبير. ناسي ده ايه؟ داني لو نسيت مرة تفكرني عن طريق اجلتها السمينة دي. خد عندك يا سيدي. الصبح فول بالزيت الحار، والغدا بصارة، ويمكن تقلب عدس بالمناسبات، اما العشاء عاد شلولو. الله يحزك يا راجل. يا ابوي ما اعرفش الصداع اللي هيجيلي ده سببه ايه. ايه ده؟ الصداع ده بقاله فترة معاك. ما تاخدش في بالك يا عم جرجس، شوية شوية وابقى كويس. اقول لك يلا بينا. يلا على مهلك يلا. ايوه اللي على الباب، انا جايه اهو. افتح يا ام بطرس، ده انا ومعايا عم جرجس، ما حدش غريب. سلام. السلام والنعمة. ازيك يا ام بطرس؟ نشكر ربنا. وانت عامل ايه يا بطرس يا ولدي؟ الحمد لله، اهي المركب ماشيه. طب خلي بالك يا ولدي لا المركب تغرق. لا قول لي يا راجل يا طيب، انت مش هتوكلنا بقى ولا ايه؟ يا راجل القط نفسك الاول. قوم يا ام بطرس، قوم وضب لنا كده طبق عدس على كيفك من ايدك الحلوه دي. بس كده من عينيا يا ابو بطرس، من عينيا الاتنين. منورنا يا عم جرجس. على فكره الظاهر ان والدي بيعزك جدا انه عزمك على الغدوه الحلوه دي. يا ولد الاكل مش مهم، مش اساسي يعني. لو ما كلناش لحمه هيحصل لنا ايه؟ هنموت؟ لا طبعا. اللي نهتم به فعلا هو ايماننا وعلاقتنا مع الرب يسوع. الحقوا عم جرجس الايمان هبط عليه فجأة وبقى قديس. الله صحيح يا جماعة. هو فين بولس؟ ايوه صح، هو فين بولس اخويا؟ يعني هيكون فين؟ في الكنيسة زي عادته. كنيسة؟ كنيستي دلوك؟ احنا بقينا الظهر. قال له يسوع إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني. فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. فقال يسوع لتلاميذه الحق أقول لكم إنه يعصر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. وأقول لكم أيضا أن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فلما سمع تلاميذه بهتوا جدا. اتفضل يا ابونا اسحاق، اكياس الذهب دي تبرع مني لاكمال المباني في كنيسة ام النور. انا بالنيابة عن باقي الاباء في الكنيسة بشكرك يا بولس يا ابني. الشكر وحده الرب المجد اللي ادانا الخير ده كله، وما كانتش الاموال تتصرف في عمل زي ده
يبقى هتتصرف في ايه؟ فعلا يا ابني، حتى الآية بتقول محبة المال أصل كل الشرور. وديك سمعت إنجيل النهاردة بيقول إيه؟ فعلا يا أبي، محبة المال أصل كل الشرور. وأنا مش عاوز أعمل زي الغني الغبي، لأن ربنا قال له يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ وبعدين كنيستنا اتبنت بتمن غالي جدا، هو دم أجدادنا الشهداء اللي حافظوا على الإيمان ضد الاضطهاد، وأنا هاجي إيه بس وسطهم؟ طوباك يا بولس يا ابني، انت بركة كبيرة، الرب يرعاك ويحافظ عليك، لأنه قال في إنجيل معلمنا لوقا البشير لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا مالكم واعطوا صدقة، اعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفذ في السماوات، حيث لا يقرب سارق ولا يبلي سوس، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. خد من يد اللقمة دي. تسلم يدك. الله، أحلى أكلة باكلها يا أبو بطرس في الصيام هي العدس. خبر الحكيم نصحني وقال لي إيه؟ عليك والعدس مفيد وطعمه حلو قوي. وأهم من ده كله التوفير. يا ابوي يا راجل يا بخيل، عمرك ما هتتغير يا جرجس يا ابوي، ده احنا بقالنا كتير جو ما ضحكناش كده. ايوه على رايك، بس تعرفوا بقى ايه؟ الغدوه الحلوه دي ناقصها واحد. مين؟ بولس. حسنا لله يا ابني، ربنا يخليك، ساعدني ارجوك، ده انا راجل مسن يا ابني. حسنا لله، ساعدني ارجوك. ساعدني ربنا يخليك. بيعوا مالكم واعطوا صدقة، اعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفذ في السماوات، حيث لا يقرب سارق ولا يبلي سوس، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. خد يا راجل يا طيب، خد دي كمان. ربنا يخليك يا ابني. مبسوط؟ ربنا ينجيك ويحافظ عليك، ربنا يحرسك من كل شر، ربنا ينجيك ويحافظ عليك، ربنا يحرسك من كل شر. ده لازم بولس. قوم افتح يا بطرس يا ولدي. السلام لك. سلام ونعمة يا حبيبي. ازيك يا عم جرجس؟ نشكر ربنا يا ولد. بقالنا فترة ما شفناكش يعني. مشاغل يا ولد، الدنيا كلها مشاغل. ايوه، كان بياكل في حتة تانية. على طولك ده يا راجل. صدقني يا عم جرجس، العالم كله يمضي وشهوته معه، كله هيروح، شهوة العيون والجسد وتعظم المعيشة. اوه، انت كمان هتوجع دماغ عم جرجس بالكلام بتاعك ده. سيبه يا ولدي، سيبه. بولس معاه حق، احنا اللي الطيار واخدنا ونسينا ربنا. لكن ربنا عمره ما نسينا لحظة واحدة يا راجل يا طيب. ايوه كلامك صح. لا لكن قول لي يا اخويا، انت واخدنا كده في دوكا بكلامك الحلو بتاعك ده اللي هيمس القلب، لكن قول لي انت كنت فين لحد دلوقتي؟ شغلتنا عليك. والدنا كان قلقان عليك قوي. انا كنت في الكنيسة وبطرس عارف، والسيد المسيح قال ينبغي ان اكون فيما لأبي. المجد لاسمه. لكن يا ولدي الوقت اتأخر ومفيش جداديس بتقعد متأخرة كده. انت ناسي يا والدي ان احنا في الصيام الكبير والقداسات بتبقى متأخرة. وبعدين انا كمان قعدت مع ابونا اسحاق شوية بعد القداس واخدت بركته. ايوه ابونا اسحاق ده بركة كبيرة قوي. عم نقول انا كنت قاعد في الكنيسة. يا ابوي ايه ده؟ مالك يا ولد؟ الحقني يا بطرس. امي يا ولد. مالك؟ سلامتك يا بابا. وجهك شديد قوي. روح يا بطرس يا ولد، بطرس روح نادي الحكيم بسرعة. حاضر. هو انت يا بولس يا ولد ايدك معايا داخل جوا استريح. يلا يا ولاد. تعالى يا ولدي. يا دماغي يا رب يسوع. على مهل. اتسند عليا. على مهل. ايوه اتسند. ايه الحكيم اتأخر قوي.
الحكيم وصل. ما تقلقوش يا جماعة، دي أكيد حاجة بسيطة إن شاء الله. ممكن تستنوني برا شوية؟ يلا يلا أولاد كلكم، يلا تعالوا نستنوا برا شوية والحكيم هيشوف شغله. ما تقلقوش، حاجة بسيطة إن شاء الله. أنا قلقان جدا يا بطرس. قلقان ليه؟ دي أكيد حاجة بسيطة. الرب يدبر يا ولدي، ولتكن إرادتك قبل كل شيء. تكن إرادة الرب. خير، طمنا. ده عمره ما تعب أبدا. طمني يا ابني. لا ما تقلقوش، دي حاجة بسيطة وظهر انهم شوية ألم وهيزولوا. يا ريت تيجي على قد كده وبس. بس أهم حاجة انه ما يتحركش من سريره عشان خاطر صحته. أنا همشي دلوقتي، ولو في أي حاجة ابقوا ابعتولي. سلام. مع السلامة يا دكتور. أنا قلقان يا عم جرجس. الرب يدبر. وفاتت شهور كتير. ها، وبعدين يا ابونا شوقتنا. وايه اللي حصل بعد كده؟ ما انا جاي اهو في الكلام. اقفل يا ابن الدكان، شطبني. ما لسه بدري يا رزق، دي الشمس لسه ما غربتش، ولا يعني عشان صاحب المال مش موجود؟ ايه قصدك ابو بطرس يعني؟ ايوه، وما دام هو مأمننا على ماله وهو مريض، يبقى من الواجب اننا نحافظ عليه. يا اخي ما بلاش منه الكلام اللي لا يودي ولا يجيب ده. تعرف اني زعلان جدا على الراجل ده. واه، هو كان من بقية عيلتك؟ الراجل ده لو جراله حاجة ما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل لعياله، بطرس وبولس وامهم، والفلوس المتلتلة دي هتروح فين والمين؟ ربي وإلهي ومخلص نفسي يسوع المسيح، أرجوك يا إلهي احفظ أبي، أعنه ليتحمل هذا الألم الشديد. يا رب، أنت وحدك القادر على كل شيء، وأنت هو واهب الحياة. يا رب، لا أطلب أكثر من رحمتك علينا، ولتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا، لتكن مشيئتك يا رب. آمين. اتفضل يا ابو بطرس، اشرب كوباية المية دي. بالهنا والشفا. ام بطرس، عاوز نشوف بولس. هاتيلي بولس بسرعة بسرعة. أيوة يا بطرس، في حاجة؟ ايه، هتفضل قاعد في اوضتك وقافل الباب على نفسك كده على طول؟ والدنا عاوز يشوفك ويتكلم معاك شوية. يلا، ولا ناوي تفضل قاعد هنا؟ طيب أنا هروح له. تعال يا بولس يا ولدي. أنا جيت أهو يا والدي زي ما حضرتك أمرت. ما تقلقش يا والدي، أنا بصلي لك على طول، وبركة أم نور هتخف وتبقى أحسن من الأول كمان. فاكر يا والدي؟ فاكر وأنا صغير لما كنت أركب الحصان وتفضل تجري ورايا، تجري خايف لا وأنا أفضل أجري. فاكر يا والدي؟ والدي، لا، رد عليا. والدي، أمي، بطرس، الحقوني. في ايه يا ابني؟ في ايه؟ ابو بطرس، لا، رد عليا يا ابو بطرس، رد عليا يا ابو بطرس. يا ابو حضن حنين دافي، على فين رايح وسايبني؟ مش هنسى النبع الصافي للحب وكلمة ابني. يا ابو حضن حنين دافي، على فين رايح وسايبني؟ مش
كلمة ابني مات الحنان وياه ودفنت الحب معاه الشوق حالف ما يسيبني والدمع يا ابويا غالبني مات الحنان وياه ودفنت الحب معاه الشوق حالف ما يسيبني والدمع يا ابويا غالبني والدمع يا ابويا غالبني. وبعد كام يوم اتنيحت ام بطرس وبولس هي كمان، وكان الولاد حزنانين وفي حالة صعبة جدا. ها وبعدين يا ابونا ايه اللي حصل؟ يا دي حكاية ولا في الخيال؟ ده اكيد حصلت حاجات كتير ياما. ما بس يا واد شحاتة، خلينا نسمع بقية الحكاية. هي بالعوم دي ماني اصلي متشوق قوي لباقي الحكاية. كمل يا ابونا شوقتنا. شوف يا سعفان وطرطق لي ودانك الكبيرة دي واسمع اللي حصل. فات دلوقتي أكتر من شهر على وفاة أمنا، ما قدرتش تستحمل اللي حصل لوالدي. في موضوع وأمر خطير لازم نتكلم فيه يا بولس، وجه ميعاده. خير؟ الميراث. الميراث؟ ميراث ايه؟ ميراث أبوك وأمواله وتجارته اللي سابها. ميراث؟ تعرف يا بطرس، تعرف وانا صغير كان نفسي اعمل ايه؟ ايه؟ اعمل زي بولس الرسول. تعرف كل لما افتكر وانا صغير. المرجحة دي بتاعتي انا، الحاجة دي للناس الكبيرة اللي زيي، وانت لسه صغير، انت فاهم؟ لسه صغير. بس والدي عمل لي المرجيحة دي وقال لي انها بتاعتي. معلش يا بولس، تعالى بقى يا حبيبي عشان نقرا في الكتاب المقدس زي ما تعودنا كل يوم. بأصفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري، والمجد لله دائما. انا بحب اوي بولس الرسول يا امي. كلنا بنحبه يا ولدي. قد ايه هو بيحب بابا يسوع، جاع وعطش وصام، وكمان عاش في البرية 3 سنين، وكل ده عشان كان بيحب الرب إلهه. عندك حق يا ولدي. تعرفي يا أمي، نفسي أبقى زيه، نفسي أبقى زي بولس الرسول وأعيش في البرية. نفسي أبقى زي بولس الرسول وأعيش في البرية. شوف أنا بقول إيه وإنت بتقول إيه. بقولك توزيع الميراث، تقوم تقول لي برية. أنا مش مهتم أبدا يا بطرس بالموضوع ده، بس أنا شايف إننا لازم نتكلم في الموضوع ده. خلاص براحتك. بصراحة يا بولس، أنا شايف إن تجارة والدنا كانت كبيرة جدا، والأموال ملهاش حدود، وعشان كده هي محتاجة واحد مننا إحنا بس يكون مسؤول عنها مسؤولية كاملة. وطبعا عشان أنا الكبير وإنت الصغير، يبقى اسمة الحق إنت التلت وأنا التلتين. الحاجة دي للناس الكبيرة اللي زيي، وإنت لسه صغير، إنت فاهم؟ لسه صغير. أي اسمة حق دي، وبأي سلطان تاخد النصيب الكبير عشان أنا الكبير؟ لكن ده حق يا بطرس. انت مش لسه قايل انك مش مهتم بالكلام ده؟ لكن انت اصريت على الكلام في الموضوع ده، وانا مش موافق على الاسمة دي. اسمع يا بولس، هي دي اسمة الميراث اللي هتكون، عاجبك ولا لا؟ انت فكرك عشان انت الكبير وانا الصغير
يبقى اتنازل عن حقي بالسهولة دي؟ انا خلصت الكلام اللي عندي. عشان انا اصغر منك تقوم تظلمني وتحرمني من نصيبي ومن ميراث والدي؟ شوف يا اخويا، لو حكمك ده مصر عليه يبقى مفيش غير القاضي يحكم بينا. عاوز توديني للحاكم يا بولس؟ الرب يحكم بيني وبينك. الحق يا استفانوس، مش ده برضه شهبندر التجار واخو الصغير بولس؟ ايوه صحيح. ودول رايحين على فين؟ ايه ده؟ في ايه؟ جنازة مين؟ رايح فين؟ بولس رد عليا يا بولس. يا ابونا، هو مين اللي مات؟ يا ابني الراجل اللي مات ده كان من أغنى أغنياء البلد، أموال ملهاش حصر عنده. الذهب والفضة ما كانش ليهم عدد عنده، لكنه ما عملش حساب لليوم ده. ودي اهو خرج من الدنيا من غير ما يملك شيء واحد ولا حتى ملابسه الثمينة. راح في طريق اللي ما يرجع مات في عز شره وخطيته. محدش هيخلص فيها يا ابني. وساعة الحساب مفيش غني وفقير ولا كبير وصغير، كل واحد والرب يعطي كل واحد كنحو أعماله. يلا يا بطرس نرجع الدار. والقاضي؟ يلا يا بطرس يا اخويا، خلاص الوعظ الأعظم قال كلمته. وعظ مين؟ وانت واقف مع ابونا بتعمل ايه؟ انا مش فاهم حاجة. الرب يدبر كل شيء، هو يعلم انه مفيش في قلبي اي شر ناحيتك، صدقني. يلا نرجع، واوعدك اني ما اتكلمش في موضوع الفلوس والاموال ده لاخر العمر. يلا بينا. ايه يا بطرس، كنت فين؟ شفناكم ماشيين ورا بعض ما بيتكلموش بعض، قلنا يمكن متعاركين ولا حاجة، لكن دلوقتي رجع وحدك ليه؟ فين اخوك بولس؟ الله، ايه ده كان راجع ورايا. راح فين يا ترى؟ راح فين بولس؟ يا بولس وراح فين بولس بعد كده يا ابونا؟ ما لقيش غير مقبرة كانت غرب بلدهم، فضل قاعد فيها 3 أيام يصلي لربنا، لا كان بياكل ولا بيشرب ولا حتى خاف من شيء، لأنه كان واثق إنه ربنا معاه بيحفظه ويقويه. ربي وإلهي ومخلص نفسي يسوع المسيح الكلمة ابن الله، احفظ نفسي ونجني من الذين يضطهدوني. آمين. بقالي 3 أيام يا عم كركس بدور عليه ومش لاقيه. أنا مش فاهم ليه ده كله، يعني كل ده عشان المال والجاه. ملعون المال اللي يفرق الإخوات والأحباب عن بعضيهم. أنا اللي غلطان يا عم كركس، ما كانش لازم أعمل معاه كده. أنا السبب. لا يا ولدي لا، اهدى كده وروق أمه. بس يا ترى هو فين دلوقتي؟ يا رب ارشدني للطريق، لا تنساني يا الله، فإن المياه قد بلغت إلى نفسي، انظر إلي. لا تخف يا بولس، الله يحفظ نفسك من كل سوء ويدافع عنك. أنا هنا لكي أساعدك وأخذك إلى موضع حياتك الجديد.
اتبعني يا أبونا حيث تخدم السيد المسيح وتكون له خادما. مبارك هو اسم الرب إله القوات، مبارك هو اسم الرب إله القوات. أشكرك يا رب، هو ده المكان اللي ربنا اختارهولي. صحيح يا رب، انت ما بتنساش حاجة. انت قلت لو نسيت الأم رضعها أنا لا أنساه. يا نخلة طويلة تضلل عليا وجنبيها عين مية، أنا فعلا عطشان. صحيح يا رب، كل العمر معاك مضمون. كل العمر معاك مضمون، عين ترعاني ويد بتسوق، ترفع راسي مهما يكون. ده انت يا ربي ملك الكون، عندك بطرح كل خوفي وقلقي وكل ظنوني، وسط تجارب كنت تحميني، تفضل انت يا ربي المعين. لامس حبك وسط الآلام، ليا في قربك كل السلام. يسوع عندك كل الأمان، كل الرجاء كل العزاء كل الضمان. لامس حبك وسط الألام، ليا في قربك كل السلام. يسوع عندك كل الأمان، كل الرجاء أرض الغربة معاك بتهون، رحلة عمري يوم ورا يوم، تشهد إنك أب حنون. خيرك ليا يفيد ويدوم، ملجأ ليا في كل أيامي، لا بتتركني ولا بتنساني. تعز الروح وتقوي إيماني، وبترعاني تملى كياني. لامس حبك وسط الآلام، ليا في قربك كل السلام. يسوع عندك كل الأمان، كل الرجاء كل العزاء كل الضمان. لامس حبك وسط الآلام، ليا في قربك كل السلام. يسوع عندك كل الأمان، كل الرجاء كل العزاء كل الضمان. اشكر ربنا يا ولدي. أشكر ربنا على إيه بس؟ يا ولدي دي إرادة ربنا ولازم نكون خاضعين ليها. أنا ماشي، سلام. أنا السبب، هفضل ندمان طول عمري على اللي عملته معاك، هفضل ندمان طول عمري على اللي عملته معاك. سمعت آخر الأخبار عن تجارة السيد بطرس؟ بيقولوا إن خسر كتير في تجارته في الأيام الأخيرة.
بيقولوا إن قاعد في داره وما بينزلش منها بقاله دلوقتي أكتر من شهر. ما هو زعلان على اخويا سيدي، ساب المدينة كلها ومحدش يعرف راح على فين. يا ترى راح فين؟ المهم يمكن مات. اللبس ده مبقاش ينفعني دلوقتي، بس البس ايه؟ اقوم اجمع الليف من النخلة واصنع طوب منها. انت اللي اسمك ايه؟ بتعمل ايه هنا؟ انت مين؟ يا ابني الصحراء دي ملهاش امان. هتروح فين من الحيوانات المتوحشة ومن العقارب والتعابين؟ روح مكان مجيد. لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فليتمجد اسم الرب، فليتمجد اسم الرب. يا سيدي يسوع المسيح ابن الله الحي، نجيني وخلصني من يد العدو غير المشفق، ولتحل رحمتك علي، ولتقوي نفسي حتى أكمل سعيي برضاك إلى اليوم الذي أقف فيه بين يديك الحنون يا ملك الدهور، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. يا مر عليا دلوقتي يجي 20 سنة ساكن في المكان ده، ما حسيتش يوم يا رب إنك نسيني. أشكرك يا رب، أشكرك. سلام والنعم. مالك يا ولدي؟ شايل الهموم ليه؟ لا أبدا، مفيش يا عم رزق، مفيش. ازاي بقى؟ طب ده الحكيم لسه معدى عليا وقال لي ان صحتك يعني مش ولا بد. يا بطرس يا ولدي، احنا كبرنا ومش قادرين على الشغل لوحدينا، وانت لازم تاخد بالك شوية من صحتك. ايوه امال ايه؟ وان كان على اللي راح ما بيرجعش. انا ماشي. ايه اللي انت قلته ده؟ الراجل باين عليه عجز ومخه فوت، وبعدين هو لازم يفوق من اللي هو فيه ده. مسكين، حكاية خوه لسه مأثرة فيه. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. بولا افتح يا بولا، افتح يا بولا، الجنود بتجري ورايا، افتح. انت مين؟ الحقني، جنود الامبراطور جايين ورايا، دخلني عندك ارجوك، انقذني يا بولا، انقذني يا بولا. عرفتي اسمي ازاي؟ هو في حد ما يعرفش الراجل المتوحد قديس البرية؟ انت مين؟ يلا هتدخلني ولا لا؟ اوعى يا راجل انت كده، اوعى من قدامي. الرب ينتهي. لا الرب لا ينتهي. لا باسم الاب والابن لا والروح القدس. لا بلاش الصليب، الاله الواحد. بلاش الصليب، بلاش الصليب. باسم الاب والابن بلاش الصليب يا بولا، والروح القدس. بلاش الصليب يا بولا. الاله الواحد. امين. لا. معقولة كل ده حصل للأنبا بولي؟ ايه ما بس يا دي شحاتة، خلي ابونا بولس يكمل الحكاية. ايه اديني انكتمت اهو. مبسوط يا جناب العمدي؟ مبسوط. بس أنا بقى عندي سؤال. اسألي. عرفت منين يا ابونا كل الحاجات دي عن الأنبا بولا، وكمان محاربات الشياطين ليه، مع ان الحكاية على علمي قصيرة قوي وما فيهاش تفاصيل؟ انت هتعملي لنا مسقفة عاد ولا ايه؟ عندك حق،
في حاجات انا قلتها حصلت بصحيح والكل عارفها، وفي حاجات تانية اكيد حصلت زي تجارب الشياطين. هو مش بولا كان انسان زينا وقعد في البرية سنين طويلة، تفتكر يعني ان الشياطين خافت تحاربه؟ لا. عندك حق يا ابونا، كمل يا ابونا باقي الحكايه. طب اسمعوني كويس وافتحوا ودانكم. ارحمني يا رب انا الخاطئ. ايه ده؟ مين اللي هناك ده؟ اروح اشوف بنفسي احسن. ايه خايف مني ولا ايه؟ قرب اكتر، انا انسان زيك. وبتعمل ايه هنا؟ انت اللي بتعمل ايه هنا؟ خسارة تموت نفسك في البرية هنا، بقالك اكتر من 25 سنة. ايه ما زهقتش يا اخي؟ ما نفسكش تشوف اخوك بطرس؟ ارجع يا بولا، وكفاية صلاة وصوم واعتكاف بقى. انت ايه ما بتزهقش؟ كفاية يا اخي. العالم يمضي وشهوته معه، وانا سبت العالم باختيار مني، حبا في ربي والهي ومخلصي يسوع المسيح، لان له كل مجد وكرامة الى الابد امين. انت فاكر انك هتقدر علينا؟ انت بتحلم وانت مش قدنا. انا فعلا مش قدكم، لاني اضعف منكم تحاربوني كانسان عادي، لكن بقوة رب المجد يسوع وصليبه المحيي انتصر عليك وعلى اعوانك ايها الشرير العنيد. مش هنسيبك في حالك، مش هنسيبك يا بولا، مش هنسيبك يا بولا. الرب نوري وخلاصي، ممن اخاف. اعني يا الهي، اعني لكي انتصر على ابليس واعوانه. آمين. بولا بولا، طوباك يا بولا، تشدد وتشجع أيها الرجل البار. أم النور، أم النور، بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. أشكرك يا إلهي الحنون الذي يرسل إلي كل يوم عند كل غروب هذا الغراب. مبارك هو اسم الله الحي الذي يخرج الخبز من باطن الأرض. أيها الرب، انقذني من هذه الأفكار التي تحاربني. أريد أيضا أن أسألك يا إلهي، لماذا يموت البعض صغار ويطول عمر آخرين؟ ولماذا البعض فقراء والبعض أغنياء؟ ولماذا ينجح الأشرار في طرقهم أما الأبرار فبضيقات يمرون؟ يا أنطونيوس يا حبيبي، اهتم بخلاص نفسك فقط، لأن تدبير هذه الأمور هو حسب مشيئة الله، وليس لك أن تعرف شيئا عنها. ليكن كقولك يا رب، ليكن كقولك يا رب. الرب يعني يا أخوتي ويرشدنا لطريق أبو أنطونيوس. الطريق طويل جدا وأنا تعبت يا أبا يوسف. هو ده بقى طريق المسيح، واللي يختار المسيح يمشي في طريقه عشان يوصل له. فاهم يا ابونا يعقوب؟ الرب يساعدنا ويكوينا. ندوا شوية علشان نلحق أبونا قبل الغروب.
استريحوا يا ولادي. حياة الجهاد حياة صعبة ووعرة يا ولادي، وكل واحد منكم لازم يمشي في طريق السيد المسيح الصعب. فاهم يا يعقوب يا ابني؟ كلمنا يا ابويا، كلمنا يا ابويا عن السيد المسيح. وجاء إليه الفريسيون والصديقون ليجربوه، فسألوه أن يريهم آية من السماء، فأجاب وقال لهم: إذا كان المساء قلتم صحوا، لأن السماء محمرة، وفي الصباح اليوم شتاء، لأن السماء محمرة بعبوسة. يا مراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، ثم تركهم ومضى. ولإلهنا المجد إلى الأبد آمين. أنا عاوزكم أنتوا اللي تفسروا الفصل ده من إنجيل معلمنا متى البشير. نبتدي بالأصغر سنا. أعتقد في رأيي إن السيد المسيح بيدينا علامات على إن الزمان قد اقترب، وإن إحنا من السهل علينا جدا إننا نميزها، لأننا بنعرف نميز الأيام، فبالأحرى نميز مواعيد الله. أني متفق مع أبونا في رأيه، مع إضافة إن يونان بيشبه السيد المسيح، فالسيد المسيح قضى 3 أيام في القبر ثم جاء، ويونان قضى 3 أيام في جوف الحوت وخرج حيا. يا ابونا يوسف، تفسيرك ايه للآية اللي قريناها؟ الحقيقة يا أبي أنا محتار، ما عرفش. طباك يا يوسف، لأنك وجدت الطريق هو الاتضاع، لأنك عرفت تقول لا أعلم. احنا علاقتنا مع البلاد اللي حوالينا علاقة قوية، وده بالطبع هيفيدنا من الناحية العسكرية والتجارية. مولاي الإمبراطور قسطنطين، كل الفضل يرجع أولا وأخيرا لتخطيط وإدارة جلالتكم، ولولاك ما كانتش الإمبراطورية وصلت اللي هي فيه دلوقتي. عارف يا عزيزي مقدونيوس، ومع ذلك أنا قلقان، مش مطمن. خير يا مولاي؟ مصر يا مقدونيوس. مالها مصر جلالتك؟ للأسف مصر بقت حالتها مش مستقرة، خاصة في الأيام الأخيرة. أنا سمعت يا مقدونيوس إن في مجاعة ممكن تحصل. الحكماء هم اللي قالوا كده، خاصة إن نهر النيل العظيم ما بقاش يفيض. للأسف مفيش محاصيل يا مقدونيوس، مصر بتموت. طب وإيه الحل جلالتك؟ إحنا لازم نتصرف أوام. مفيش قدامنا غير حاجة واحدة، إننا نصلي، والسيد المسيح مش هينسانا. وما تنساش الصليب اللي أنقذنا من الهزيمة في الحرب، وأمي الملكة هيلانا أكيد برضه هتصلي من أجلنا. ربي وإلهي يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي خلق السماوات والأرض والأنهار، بارك يا رب مياه الأنهار في هذه السنة، وبارك إكليل السنة بصلاحك يا الله. اتفضلوا. في الحقيقة أنا دعيتكم النهاردة بصفتكم حكماء الإمبراطورية العظمى، دعيتكم علشان نحتفل كلنا بفيضان نهر النيل العظيم مصدر الخير في مصر، ولنشرب جميعنا من عصير الكرمة هذا، نخبي فرحنا معا وانتهاء المجاعة. يعيش الإمبراطور قسطنطين، يعيش الإمبراطور قسطنطين.
يا رب احفظ كنيستك من العدو الذي هو إبليس، يجول ملتمسا أن يبتلع قديسيك كأسد زائر. احفظ يا رب تعليم كنيستك القبطية الأصيلة كما علمتنا إياها وعلمت تلاميذك أيضا. لقد علمت يا رب أن هناك من يريد تخريب الكنيسة، لكنك قادر على أن تحفظها من يد العدو وتطرد أعدائك من بيعتك المقدسة. لا تخف يا أنطونيوس، الله قادر على حفظ كنيسته. كمل يا بونا، سكت ليه؟ تكونش الحدوتة خلصت يا بونا؟ خلصت؟ طب ازاي؟ ده في حاجات ياما لسه معرفناهاش. ايوه، وكلكم وحكاية تخريب الكنيسة ديكم تاني. حاضر صبركم عليا شوي، أني هكمل حال. مش قبل ما تشرب كوباية الشاي اللي في 50 من ايدين خدامك شحاتة. سكرك ايه يا ابونا بولس؟ لا، من غير سكر خالص، مرة زي اللي حصل أيام حامل إيمان زمان. فليتمجد اسم الرب الإله الذي أنقذ كنيسته المقدسة من الهلاك والغرق في بحر مظلم من البدع والهرطقات المنافية لتعاليم الكنيسة. السيد المسيح أنقذ الكنيسة فعلا، والروح القدس اتكلم على لسانك الفصيح يا أثناسيوس. فعلا انت تستاهل انك تكون حامل ايمان، بس تفتكر ان الاريوسيين هيكتفوا بكده؟ ما افتكرش، خاصة وان زعيمهم والرأس المخططة لكل ده هو القس اللئيم أريوس. المعركة انتصرنا فيها، لكن لسه الحرب، وإن كان أريوس شيطان مضلل فالرب وحده هو القادر على منعه من تغيير عقيدتنا في المسيح وإيماننا السليم. وأنا مش ممكن هغمض عين ولا ارتاح إلا لما أقضي على كل الأريوسيين والأريوسية كلها في كل العالم. اتهزمنا يا أريوس، اتهزمنا، وادي سنين كتيرة مرت ومفيش حاجة اتغيرت. لا وكمان أثناسيوس بقى البطرك بعد نياحة البابا ألكسندروس. خيانة، أيوة خيانة، الكنيسة فيها خيانة. أنا مذهول، إزاي يختاروا واحد زي أثناسيوس ده عشان يبقى بطرك على الكنيسة وعلي؟ أنا أريوس بطل الكنيسة. يعني إيه؟ خلاص اتغلبنا؟ أثناسيوس قضى علينا، حطمنا. لا، مش بالسهولة دي. انتوا فاكرين اني هسيبه؟ لا، لسه الحرب ما بدأتش، وانا اهو واثناسيوس قاعد على الكرسي والايام بينا. ايوه، الايام بينا يا اثناسيوس. الايام بينا يا اثناسيوس. ايه ده الوقت عدى بسرعة. يا رب قويني. ايه يا بولا، عجزت ولا ايه؟ ايه ده، انت جيت يا مبارك؟ ايه مالك يا مبارك، اتأخرت ليه النهاردة؟ الظاهر ان انت كمان باين عليك عجزت وتعبت. بقالي دلوقتي اكتر من 70 سنة كل يوم في نفس الميعاد تجيب لي نص خبزة زي دي. اشكرك يا الهي، واتعجب من قدرتك اللي غيرت طبيعة الحيوان والطير من اجل مجد اسمك القدوس. يا رب انقذ الكنيسة واحمي البابا أثناسيوس، وانصره على أعداء الكنيسة وأريوس الشرير وكل أعوانه وحيالهم المضادة ومن إبليس اللعين. كان الأنبا بولا سنه وصل 100 سنة تقريبا وقتها، وفي نفس الوقت كان الأريوسيين لسه بيخططوا عشان يدمروا الكنيسة ويتخلصوا من البابا أثناسيوس.
وده في مجمع سور سنة 335 ميلادية. العالم أصبح ضدك يا أثناسيوس. وأنا ضد العالم من أجل محبة المسيح. رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة للمسيح يسوع ربنا وإلهنا ومخلص نفوسنا كلنا. إلى الجحيم يا أثناسيوس، إلى الجحيم. مش هيفلت من إيدينا المرة دي. وبعد ما كل الرهبان أتباعنا المخلصين وقعوا بالحكم على إن البابا أثناسيوس مذنب وكافر وخرج عن الإيمان والفكر الأريوسي الصحيح، يبقى مش هيفلت من إيدينا. انا بريء من اللي انتوا بتعملوه ده. انا مش ممكن اوافق على المهزله دي. اسكت انت. انتوا موافقين على عزل اثناسيوس من كرسيه وان الاسقف يوحنا هركاف هو اللي يتولى منصبه وانه يتم اعلان ده لكل اساقفه العالم. موافقين؟ موافقين. موافقين بابا. ايه ده يا مقدونس؟ مين اللي واقفين هناك دول؟ نقرب ونشوف يا مولاي. ايه في ايه؟ مين ده يا مقدونس؟ ده يا جلالة الامبراطور البابا اثناسيوس. على فكرة البابا بقاله 8 ايام بيحاول انه يقابل جلالتك لكنه ما قدرش بسبب انشغال جلالتك في امور الامبراطورية والحكم. مفهوم. طيب بعدين لكن يا مولاي. بعدين يا اثناسيوس. انا في الحقيقة تعبان دلوقتي ومش هقدر اسمعك. اوعى افسح الطريق. الامر خطير يا جلالة الامبراطور ولازم تسمعني. اسمعوا يا مولاي، يمكن في حاجة مهمة فعلا. خير يا اثناسيوس. مجمع سور جلالتك اللي انعقد من ايام، بالتحديد يوم 11 يوليو. ماله المجمع المقدس؟ مجمع الخيانة والمكر، يعني زي السيد المسيح باعوا يهوذا لليهود ب30 من الفضة. سلم الأريوسيين كنيسة المسيح للبدع والهرطقات، والتمن رخيص جدا. نفاق ورياء وكبرياء. كنيسة المسيح في خطر، وده يخليك يا جلالة الامبراطور تنظر في الامر من اجل حبك في المسيح. معقولة اللي انت بتقوله ده يا اثناسيوس؟ كل ده يحصل من غير علمي؟ للأسف يبقى احنا لسه في صراع، وانا لازم اطلع على كل حاجة حصلت في المجمع ده وقراراته كمان، وهو ده الوقت المناسب. مولاي، الاسقف يوسابيوس اللي جلالتك امرت باحضاره. دخلوه. امر مولاي. مولاي العظيم الامبراطور قسطنطين. اهلا يا يوسابيوس. وصلتني اخبار سيئة عن حالة الكنيسة وعن مجمعكم. جلالتك لازم تكون بتقصد مجمع سور؟ بالظبط كده. البابا اثناسيوس جالي واشتكى مر الشكوى من سوء معاملته وعدم احترام المجمع ليه. اثناسيوس، شوف يا جلالة الامبراطور واحكم بنفسك. المجمع حكم على اثناسيوس بانه متهور وغير قادر على قيادة وتحمل مسؤولية الكنيسة، وطبعا محدش يقدر يشكك لحظة في مصداقية المجمع المقدس، وده كان بموافقة الجميع. أهم من كل ده واللي جلالتك ما تعرفوش إن أثناسيوس أعلن الحرب ضدك. معقول؟ مستحيل اللي انت بتقوله ده. أيوة يا مولاي، أعلن الحرب وهدد بأنه هيقطع إرسال القمح من مصر للقسطنطينية. إيه رأي مولاي دلوقتي؟ لا أنا مش مصدق. أثناسيوس ده خطر عليك وعلى الكنيسة يا مولاي والإمبراطورية كلها. الحقيقة أنا محتار. طب قول لي يا يوسابيوس، تفتكر أنا ممكن أعمل إيه؟
شوف يا مولاي، احنا ممكن يعني انت يا سيد اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ عرفت اللي حصل للبابا؟ نفوا البابا خارج مصر. يا ولادي، احنا دورنا مش هيقل أهمية عن دور الأساقفة اللي في مصر اللي كانوا واقفين مع البابا. مش عشان احنا رهبان يبقى ننعزل ونترك المسيحية تضيع ونقف نتفرج. الأريوسية بتهدد الكنيسة. وهنعمل ايه يا ابونا؟ أنا عن نفسي هنزل من الجبل أرشد ولادنا وأعلمهم وأسلمهم عقيدة قوية في المسيح، وإن السيد المسيح هو كلمة الله ابن الله الحي الذي كان في البدء قبل كل الدهور. الرب معاك يا بانا ويساعدك ويحافظ عليك وعلى الكنيسة. إن كان الله معنا فمن علينا. يا رب يسوع، أعني، أعن ضعفي، اسندني بيمينك ولتكن مشيئتك. إن كان الرب معنا فمن علينا. اظهر عجائبك يا الله، وقف مع البابا أثناسيوس واحمي الكنيسة من الأريوسيين. تعرف يا أريوس أكتر حاجة بتعجبني فيك إيه؟ إيه جلالتك؟ فصاحتك يا أريوس، ليه قدرة عجيبة على الإقناع. أما أسلوبك في الحوار فهو فلسفي. أنا مجرد تلميذ صغير لمولاي العظيم. يا ترى تعرف يا أريوس أنا مهتم بيك ليه؟ ليه جلالتك؟ أختي وصتني عليك وهي على فراش الموت، وطلبت مني إني أرعاك واهتم بيك، وأدينا هو بنفذ وصيتها. أنا يهمني رضاك يا مولاي. رضايا هو إنك تشيل من دماغك كلامك وأفكارك اللي انت مالي بيها الكنيسة. كلام مولاي الإمبراطور أوامر وسيف على رقبتي. قول لي يا أريوس، سمعت عن الراهب المتوحد في الجبل ده اللي اسمه أنطونيوس؟ ده اللي بيقولوا عليه أبو الرهبان، والبابا أثناسيوس كان من تلاميذه. علشان كده بقى هو بعت لي بأكتر من رسالة بيطلب فيها رجوع البابا من المنفى. أنا كمان سمعت إنه ساب الجبل وهو موجود دلوقتي في اسكندرية بيعلم ويعمل معجزات. المهم يا مولاي إنك متوافقش أبدا على رجوع أثناسيوس. في الحقيقة أنا لسه بفكر في الموضوع ده ولسه ما خدتش قرار. المهم سيبنا من الموضوع ده دلوقتي. خد يا أريوس، اكتب ايه جلالتك؟ تكتب انك متمسك بكل ما جاء في الانجيل وقرارات مجمع نقية. ايه؟ حاضر يا مولاي، اني متمسك بكل ما جاء في الانجيل واني اعترف بالمسيح ابن الله الحي وكمان مجمع نقية، واني كفاية كده يا أريوس. لسه يا مولاي، ده انا ممكن اكتب لك كل اللي جلالتك عاوزني اكتبه. لا كفاية. اقسم بس يا أريوس والرب يشهد عليك على ما كتبته. اقسم بيه، اقسم بالله الحي ان كل ما كتبته كان عن ايمان. وفي يوم كان أريوس رايح عشان يعمل قداس في الكنيسة، وفي عز انتصاره وفرحه انتقم منه ربنا وجزاه حسب أعماله.
أحشائي هتخرج مني، انقذوني، بطني ألم شديد، عشان عشان مش ده ابا انطونيوس؟ ايوه صحيح. مش قلت لكم يا ولادي، مش قلت لكم ان السيد المسيح مش ممكن ابدا يسيب كنيسته؟ اريوس يا ولادي نال عقابه من الله واندلقت احشائه خارج جسمه. اما البابا اثناسيوس رجع من المنفى. انا سمعت ان اسكندريه كلها خرجت تستقبله. مصر كلها فرحانه برجوع البابا من المنفى سالما. الرب معاه ويقويه على الحاجات الكتيره اللي جايه. يا ترى في حد سكن البرية دي كلها قبلي؟ لا، ما افتكرش. انا اول واحد سكنت البرية دي. مش معقول يكون في حد غيري اقدم مني. يا أنطونيوس يا حبيبي، هو ذا واحد يسكن البرية وهو مختار بالأكثر، وهكذا العالم كله لا يستحق موطئ قدميه، ولأجله يبارك الله الأرض وتعطي ثمرها ويفيض النيل. حي هو ومبارك يا إلهي أن عبدك لا يعود إلى الوراء ولا يرجع حتى أنظره. أنا لازم أشوفه، لكن هو فين؟ أروح له فين؟ فليرشدني الرب الذي أظهره لي. ها يا ابونا، وبعدين؟ فضل الأنبا أنطونيوس ماشي كتير جوي، وأخيرا يا رب ارحمني ونجني من حيل إبليس وتجاربه. يا أبي، طلبت فأعطيت لي، سألت وجدت، قرعت ففتحت لي. افتح لي يا أبي أرجوك. بقالي 90 سنة ما شفتش وجه إنسان. أشكر الرب اللي أرشدني ليك. اسمك إيه يا أبي؟ إن كنت ما تعرفش اسمي يبقى تعب نفسك ليه ومشيت أيام طويلة عشان تيجي هنا. طوباك يا أنبا بولا، وطوبى لي أيضا أن أبصر بولس الثاني. قول يا أنطونيوس، أخبار العالم إيه؟ نشكر الرب، كل شيء على ما يرام. البابا أثناسيوس أعمل إيه دلوقتي؟ مش أحسن برضه من بعد رجوعه من المنفى؟ طوباك يا أبي إن الرب يرشدك بأمور العالم وأحواله. الرب لي راعي فلا يعوزني شيء. دلوقتي بس عرفت وتأكدت إنك رجل الله. تعرف الغراب ده بقاله أكتر من 80 سنة يجيب لي كل يوم عند الغروب نص خبزة، أما اليوم فأتى بخبزة كاملة ليها وليك. الرب يباركك يا ابني، الرب يباركك. خد اقسم الخبز يا أنطونيوس. لا يا أبي، مش ممكن. اقسم انت. طيب، ربنا وإلهنا ومخلص نفوسنا يسوع المسيح الذي تخرج الخبز من باطن الأرض وتطعمنا بطعامك السماوي، وتخرج الماء من الأرض لتروينا بالماء الحي الذي لا نعطش منه أبدا. كن معنا ونجينا، واحفظ ابني أنطونيوس من تجارب العدو. باركه وحل فيه. مع السلامة، الرب يحفظك يا ابني. أشكر الرب يسوع إنه سمح لي وحدي إني أرى وجهك الطوباوي.
ارجع يا أنطونيوس وهات لي الحلة اللي كان البابا أثناسيوس اداها لك عشان تكفن بيها جسدي. بسرعة يا ابني، ما تقفش كده، أنا زماني قرب جدا. يلا مفيش وقت. يا أبي أنا لسه ما شبعتش منك ولا من وجودي معاك. لسه عايز أتكلم معاك في أمور كتيرة جدا. مفيش وقت يا ابني، يلا عشان دول قربوا ياخدوني خلاص. مع السلامة. سلام يا أبي، سلام. طوباك يا بولا، فها أنت قد أكملت جهادك، وهذا هو ميعاد عرسك السماوي، فتكون معي اليوم بين أحضان القديسين، وهو ذا من الآن تطوبك سائر الأجيال إلى الأبد. إيه ده؟ طوباك يا أبي القديس العظيم الأنبا بولا، فقد استحققت أن تكون أول سواح، وها أنت الآن مع رب المجد يسوع بين أحضان القديسين. معقولة؟ أبي الأنبا بولا أنت هنا بتصلي؟ أنا افتكرت إن أنا رجعت ومعايا ثوب البابا أثناسيوس. أبي يا أبي اذكرني يا أبي في المساكن العلوية. يا رب ارشدني وساعدني أن أدفن جسد القديس. تعالوا احفروا هنا، كفاية. ملك وراجع للسماء فرحان ومتهلل من بعد طعم الجوع، ملك ومتكلم. ملك وراجع للسماء فرحان ومتهلل من بعد طعم الجوع، ملك ومتكلم. أنا طوب الحياة وعذابها تارك، الأرض وقفة تودعه وهو بيبارك. أنا طوب الحياة وعذابها تارك، الأرض وقفة تودعه وهو بيبارك. كوكب البرية في خدمته وحشة بتشارك، فرح ما يتقلل. ملك وراجع للسماء فرحان ومتهلل من بعد طعم الجوع، ملك ومتكلم. ملك وراجع للسماء فرحان ومتهلل من بعد طعم الجوع، ملك ومتكلم. بإرادته ساب الغنى والمجد والسلطان، داق العذاب والضياع والقسوة والحرمان. بإرادته ساب الغنى
ملك ونتكلم صلوات زي بخور دايبة ومقبولة ده عشرته صبحت وحوش هادية ومقبولة صلواته زي بخور دايبة ومقبولة ده عشرته صبحت وحوش هادية ومقبولة أنطونيوس مطلب الملايين طلب بابولا في حياته يتأمل ملك وراجع للسما فرحان ومتهلل من بعد طعم الجوع ملك ونتكلم ملك وراجع للسما فرحان بعد طعم الجوع ملك ونتكلم سلام لك يا البابولا اذكرنا في صلاتك قدام العرش بهو طلب شفاعتك سلام لك يا البابولا اذكرنا في صلاتك قدام العرش بهو طلب شفاعتك قوله عن الضعفاء عن الخطير ارحمهم ببركاتك ونقول من الأول ملك وراجع للسما فرحان ومتهلل من بعد طعم الجوع ملك ونتكلم ملك وراجع للسما فرحان من بعد طعم الجوع ملك ونتكلم ملك وراجع للسما فرحان ومتهلل من بعد طعم الجوع ملك ونتكلم نال بركة العمل من الفنانين الفنان عاصم سامي، الفنان مجدي شكري، الفنان فريد النقراشي، الفنانة نيفين المصري، الفنان جون جورج، الشماس جورج حنا، ثروت شكري، جرجس فوزي، يونان قنان، رامي منير، روماني فخري، سامح رشدي، هبة يوسف، تريزا يوسف، مينا مكرم، رضا كمال، مرقص صلحي، هاني عادل، مينا بهيج، ماجد سعد، مجدي السبع، مينا منير، عبد الله فتحي، الطفل أنطونيوس مرجان، فادي منصور، بولس سعيد، كيرلس عريان، كارولين عادل، حنان كامل. نال بركة دور الأنبا بولا الفنان رامي رمزي، تأليف ترانيم الأستاذ رامز مؤنس، موسيقى تصويرية وألحان دكتور هاني ميلاد، عازف الناي الأستاذ مراد صبري، أداء الترانيم مايكل فايز، مريم حلمي. تم التسجيل والمكساج باستوديو ديجيتال سونيك بشبرا، مهندس بيتر فاروق. أول السواق. سيناريو وإخراج رامي رمزي.